ركنية منفذة من مكان خطير عن طريق لعب جفان لصالح نادي الشرطة. الدقيقة 50 يبحثون عن تحسين النتيجة بهدف آخر لتأكيد الانتصار والتقدم. نادي الشرطة وسنو هذا الحكم. هنا يبدو أن الجماهير السنغالية اجتاحت الملعب. الحكم انقطاع الكهرباء في الفاكينج ليج العراقي. شنو هذا يا ناس؟ الآن ماذا سوف يكون؟ هل سيدخل أندرتيكر؟ ويقومون الآن يعني فقط في الفاكينج ليج العراقي يستكملون المباراة على أضواء الفلاش في الهاتف، يعني على ضوء أضواء الهاتف. الآن سوف يستكملون المباراة في الفاكينج ليج العراقي. يا أندرتيكر، هذه المشهد لا نجدها إلا في WWE. استكمال المباراة على ضوء القمر، على ضوء وجه رؤوف خليف الغلابة. يستكملون هذه المباراة. شنو هذا يا ناس؟ الفاكينج ليج العراقي في حالة غلاء المباراة. يعني لا تغرنكم أن النتيجة الدقيقة هي 86، لكن متبقي الكثير من الوقت. هنا الكرة منقولة فيها جول. هذا الحارس محسن نفسه في الدوري الإيجيبشن ليج المصري. هذه يعني لو عملتها في مصر في الإيجيبشن ليج كان عدت بالسهل وبالسلام، يعني لأنه هناك الحراس في الإيجيبشن ليج يعني هذا بالنسبة لهم هذا القانون حذفوه، تم استثناؤه يعني عادي. اما هنا يعني مستغرب انا على ايش يعني معترض الحارس علي خليل. خلاص يعني واضح الخطأ وطالع. شنو هذا يا علي خليل؟ الحارس علي خليل يعني يمانع من الخروج، لكن شاهد الكرة واضحة وهنالك لمسة يد ومتعمدة سيدي الحكم، فلهذا طرد مستحق على لاعب علي خليل ويجب عليه الخروج فورا وعدم تضييع المزيد من الوقت. يرفض الخروج ويضيع المزيد من الوقت. ما هو خلقة تم إضافة 3/4 اليوم وقت بدل ضائع لأنه قطعت الكهرباء، وتزيد تضيع أخرى وقت يعني على خطأ. يعني ما فماش أي جدال، يعني واضح الخطأ. يعني كما قلت لو في الإيجيبشن ليج المصري يعني نقول مشي لك إياه، يعني هناك هذا القانون مستثنى، ولكن هنا في الإيجيبشن في الفاكينج ليج العراقي الأمور. وهذا الثاني عطوان جابوه من الكوافير داير لي يظبط في شعراته، وصلنا نصف ساعة نستنى فيك انك تنزل. هو اصلا عطلوا هذا عشان حظر الجناب هذا اللاعب. يا ربي، هذا الحارس بعده مش نازل. بكير يا عطوان مهكرهم. ضربة حرة مباشرة لصالح نادي الشرطة. 6 دقائق مرق، 7 دقائق حتى. المواس على التنفيذ، كرة من المواس قريبة جدا وخطيرة على الحارس عطوان. شيء صغير يا عمري، شيء صغير. شنو هذا؟ هذا الفريق يعترضون. نادي نفط ميسان هذول فخر الاعتراض في الفاكينج ليج العراقي. على ماذا تعترضون؟ شاهد الكرة علقها تعليق في الزاوية التي يسكن فيها ابن عم الشيطان، لأنه الشيطان ساكن لفوق أعلى شوي، هو هذا ساكن تحته شوي. فالمواس جابها له حطها له. عطوان مهكرهم، هذا يروح يكمل شعراته ويضبطهم أشرف له. يعني هذا مش خرج حراسة أبدا، حتى يعني انزرع في مكانه، صور الكرة تصوير. لازلنا ننتظر كم سوف يزيد الحكم من وقت بدل ضائع. 22 دقيقة وقت بدل ضائع. 22 دقيقة وقت بدل ضائع، يعني تقريبا شوط كامل إضافة وقت بدل ضائع في الفاكينج ليج العراقي. تقريبا كل المباراة ضائعة، يعني هذا بطل وقت بدل ضائع. هذه يعني يسموها مباراة بدل ضائعة، يعني لو أعادوها أشرف لهم. يعني 22 دقيقة هذا مبدئيا أول إضافة، لكن أنا أتوقع أنه يتم إضافة المزيد من الوقت، لأنه 22 دقيقة يعني الفاكينج ليج العراقي هو يكسر أرقامه بنفسه. يعني هذا الرقم القياسي شاد، يعني في نفس المباراة كسروا الرقم القياسي الأول. يعني المباراة الآن مرق 120 دقيقة، 121 دقيقة، وإضافة إلى هذه 120 دقيقة 106 يعني 36 دقيقة. يعني إن شاء الله معاكم سهرانين للصبح نكمل المباراة. يعني
مباراة تنتهي في 157. المباراة سوف تنتهي في الدقيقة 157. شنو هذا يا الفاكينج ليج العراقي؟ حيرنا، دمرنا. بنزيما